سلام عليكم واهلا وسهلا بيكم، وحشتوني يا احلى واجمل فانيليات. ما نزلتش فيديو امبارح بس معلش، ان شاء الله النهارده يكون فيديو مميز ويعجبكم جدا. اول حاجه قبل ما نبتدي الفيديو بفكرك باللايك والشير عشان يوصلك دايما كل جديد وعشان تنفعي غيرك. النهارده ان شاء الله هنعمل تورته مميزه قوي، كيوت لطيفه بنانيتي، حاجه كده رقه الرقه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه انا معايا 150 جرام هنا كريمه للتغليف. الكريمه زي الفل، لا فراغات هواء ولا فقاقيع ولا اي حاجه، طبعا سايبها لك في صندوق الوصف. انا عايزه اخد افتح درجه في الحياه من اللون الكشمير، اللي هو الكشمير المقارب للميه. فانا ما ينفعش استخدم احمر وبني وانا عايزه كشمير فاتح، يبقى ساعتها انا هستخدم فوشيا وبني، وهدخل معاهم نقطه اصفر علشان اظبط الدرجه على الشعره، ويبقى فعلا افتح درجه من درجات اللون الكشمير الوردي، اللي لو سنه كمان هتحسي انه ابيض. تمام، هو ده الكشمير اللي انا عايزه اوصل له. حطيت فوشيا، حطيت بني على كميه كبيره، وبعدين هزود سنه كمان فوشيا، وهعادل برضو باللون البني، وهحط درجتين من اللون البني، وهبدا احط نقطه واحده بس من الاصفر. الاصفر بيظبط معايا الدرجه، عارفه لما تحطي حاجه سحريه كده فتديكي الدرجه بالسنتي؟ هو الاصفر هنا بيعمل اللون ده. هنا ده افتح درجه خالص من الكشمير، مفيش افتح من كده في الكشمير. عايزه افرجك على حاجه، لان جالي سؤال ان بعد ما بتشطبي التورته الكريمه بتكشف والكيك بيبان، ودايما بيبقى التشطيب بتاعي مش بروفيشنال والكيك باين وحاجات غريبه كده. هنا انا بقولك ازاي الكيك بيبان معاكي. انتي بتمشي بسيف الترانش كده على الكيك، الحته اللي يقف فيها معناها ان هنا الكيك عالي، فانتي بتشيليها. الحته اللي ماشي زي السكر فيها كده، لا بيقف ولا بيعمل مطبات ولا اي حاجه، ده معناها ان انتي مقطعه صح. فلازم الحركه دي علشان تختبري الكيك عندك. انا واثقه ان اللي بتقول ان الكيك بيكشف معاها هتلاقي الكيك عندها من بره كله مطبات في الكيك. فبليز اعملي الحركه دي عشان تطلع معاكي مظبوطه. بعد ما ظبطت كل الكريمه كده على الكيك، بالسباتيولا بشيل اي زوايد، بحط كريمه على اي فراغات زياده، بجلس اول طبقه خالص بالسباتيولا، وتاني طبقه طبعا هجلسها بايه؟ بالسكرابر حبيبتي الكبيره الطويله اللي بتديني يعني شكل مظبوط قوي. بمسك السكرابر بنيمه على الكيك. السكرابر الستانلس طريقته انه بينام على الكيك، يعني ما بيبقاش واقف بشكل عمودي، لا نايم كده شويه بزاويه 35 درجه علشان اخد شكل شارب. طيب من فوق ببدأ أظبط كده وأشيل الزوايد، وطبعا لازم أشيلها على حافة سباتيولا أو على حافة عجان. اوعي تدخلي الكريمة وهي على السكرابر مرة تانية وتحاولي تشطبي بيها، هتبهدل الدنيا ومش هتظبط. حطيت هنا السباتيولا في مية سخنة، وأخدت أول يعني إيه، أول تجليسة ناعمة من فوق خالص كده. تعالي بقى للشغل الممتع والفن والحاجة اللي أنا بحبها قوي قوي قوي، وأتمنى يا رب إن انتوا كمان تكونوا بتحبوها، اللي هي التشكيل بعجينة السكر. متعة ليس بعدها متعة. أول حاجة جبت كام لون كده، وهحط عليهم شوية من السي ام سي، نص معلقة، عشان برضو بيجيلي السؤال بتاع انت بتحطي كمية قد ايه سي ام سي. نص معلقة على الكمية اللي معايا دي حلوة قوي. عجنتهم كلهم مع بعض. انتوا عارفين انا عجنت الوان ايه؟ ابيض، ايفوري اللي هو الاوف وايت، الفوشيا، وسنة الاصفر. نفس الالوان اللي عملتها في الكريمة هيها نفس الالوان اللي عملتها في عجينة السكر، بس الكميات اكبر فاداني لون اغمق. قطعت الورد دي عملت بيها شوية وردات كده معايا. اما هنا بقى فانا مشيبه، يعني اخده الشيب بتاع الودان، فعامله منبعج من فوق ومنبعج من تحت ومفلطح من الجوانب، وبعدين بفرده كده بالنشابه عشان يديني الشكل ده. طبعا انا مش هكتفي بده، انا لسه هشيبه اكتر بالبتاع بالسكينه، هشيبه اكتر بالسكينه او بالبيتزا كاتر. والبيتزا كتر احسن كتير. بصي اول ما شلت بالسكينه شايفه الشوايب اللي طالعه دي، وتضطري تنضفيها، انما البيتزا كتر بقى لا، يعني تحفه. تك، هي القطعه نظيفه من اول مره، لا هتشيبي ولا هتشيلي شوايب ولا اي حاجه. حلو الكلام. هحط دي على دي علشان خاطر اخد المقاس، وكمان هحط الاتنين دول على بعض عشان اعمل ودنتين قد بعض بالسنتي. فانا حطيت الاتنين الكشمير على بعض عشان اخد نفس الشكل ونفس المقاس بالظبط.
بالظبط خلاص، وهحط واحده فوق الرصاصي علشان اخد الشيب اللي هو برضو بتاع الودان، بيبقى من بره ليه لون ومن جوه فاتح شويه او وردي. هنا انا حطيت شويه الورد دول في المولد السيليكون، ولو ما عندكيش مولد سيليكون انا حطاه في باليتة الالوان اللي بنشتريها من المكتبه اللي ب4 جنيه، فمش شرط تجيبي مولد سيليكون ولا اي حاجه. هنا كمان نقطه ميه في نص الورده، وهبدا احط اللولي. طبعا لان الورد مضاف له CMC، فلما بيتحط في المولد السيليكون ده هياخد نفس الشيب بتاعه بالظبط، تمام. فانا ببيته ليله عشان ياخد الشيب ده ويبقى تمام. الطبر ده انا جبته من المكتبه ب10 جنيه فقط لا غير. اديت البنوته المقاسات اللي انا عايزاها وعملت لي طبر لارنوب زي ما انا عايزاه بالظبط. حلو الكلام. طبعا انا جايبه الطبر ده، يعني انا الفكره بتاعته جايباها من على بنترست، عايزه ارنوب فدخلت سيرشيت على رابت بيكتشرز، فاني كيوت مش عارف ايه، يطلع معاكي اشكال كتير، اختاري منها اللي انت عايزاه. هنا جبت قطعه من عجينه السكر باللون الرصاصي واللون الكشمير نفس الدرجات بالظبط، وشيبتها على مقاس الرجل بتاع الارنوبه، وبدات اقلب الصوره كده واخد كام نحته بالسكينه علشان اعمل الفراغات بتاعه الصوابع. حلو الكلام. علشان اخد شكل الرجلين بالظبط، وخليتهم بنفس حجم الرجل اللي في الصوره. اما بقى في الجزء اللي فوق، الجزء اللي فوق انا اخدته كده الاول بقيس على التورته، ها لا طويله، انا مش عايزه الودان، انا مش عايزه الورد. اول حاجه شلت الودان خلاص، يعني خلاص قصيت الودان مش عايزاها، هبدا احط تاني واقيس. هو كل حاجه يا جماعه الواحد ما بيبقاش عارفها لوحده، انت بتقيسي الاول، تمام. انا عارفه ان ارتفاع التورته معايا 12 سم، فاخدت الارنوبه اللي عندي بنفس الارتفاع، عشان لما اقص الودان يبقى ارتفاعها 8 سم، اشيل الورد بقت 7 سم. فهمتيني ازاي؟ بدات احط شويه شوكولاته والزق كده من ورا. هبدا بقى اجيب الورد التحفه اللي معايا ده وانا حاطه من ورا شويه شوكولاته، وطبعا جامده مش سايحه، لانك لو حطاها ستيل سايحه هتقع، تمام. فهي جامده لان عجينه السكر ليها وزن على الكريمه. والنقطه كمان، الكيك عندي انا مش بعد ما شطبته حطيت عليه عجينه السكر على طول، الكيك بيدخل يبات ليله في التلاجة بعد ما بيتشطب بالكريمه عشان الكريمه تشد، فتقدر تشيل عجينه السكر ولا تقع ولا تاخد نغزه، ولا عجينه السكر تبقى تقيله فتريح عليها كده وتعمل كرش. لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. هنا الودان حطيت على الطرف بس، على الطرف بس سنة شوكولاتة وحطيتها وثبتها كده. انا عايزة الودان دي طويلة طويلة، هي الارنوبة كياتتها في ان ودانها طويلة اكبر وبشكل مبالغ جدا يعني عن جسمها، ونازله كده على جسمها وعلى القاعده كلها، فمديها شكل في منتهى الكياته. هبدا احط عليها كمان سنه شوكولاته وابدا الزق عليها الورده اللي عندي. حلو الكلام، حلو الكلام. نفس الفكره نفس الموضوع برضو، حطيت هنا وثبت الحرف كده شويه ورا الورد، تمام، وظبطته في المقاس، وحطيت بقيه الودان على القاعده. طبعا اي فراغات، اي بواقي للشوكولاته، اي حاجه كده مش مظبوطه برجع احط عليها ورد علشان اداري اي ديفو، اداري اي فراغ. انا عايزه يعني التورته تبقى بروفيشنال كيوت، شكلها لطيف، الوانها حلوه، سكره كده، تمام. فهنا كمان في الفراغ الصغنن ده هحشر كده واحده من الورد علشان تاخد معايا الشكل جدا. اللولي اللي فيها واقع فانا حطيت اللوليهايه تاني. على فكره اللولي ده انا مش شارياه، انا عاملاه على ايدي في البيت، وهعمل لك حلقه ممتازه عن طريقه عمل كل انواع اللولي، فتابعي معايا. طيب انا لسه ما خلصتش، اوعي تسيبي الفيديو، هقولك معايا تسعير تورته الارنوبه المقاس 20 تكلفه كام وربح كام. اول حاجه 600 جرام دي اسبونج ب21 جنيه، 7 بيض ب21 جنيه، نص كيس محسن جل ب2 جنيه ونص، 250 جرام كريمه للحشو وللتغليف يبقى 35 جنيه، 125 جرام بندق محمص في الحشو عشان تعرفي ان انا امينه وقايله لك على كل التفاصيل اللي انت لسه ما شفتيهاش جوه التورته نفسها في الحشو. اخدت مني 125 جرام بندق محمص، والكميه دي مناسبه جدا للحشو
الحجم ده المقاس ده في التورته التمن كيلو بيبقى مناسب في الحشو في الثلاث طبقات. الوان جل ب5 جنيه. 300 جرام عجينه سكر اخدت كتير ب 13 جنيه. طبعا سي ام سي ب 2 جنيه. دست وشوكولاته للزق كانت ب5 جنيه. طبر ورقي كان ب10 جنيه. 150 جرام سكر وسيرب ب2 جنيه ونص. غاز وكهرباء وميه ب20 جنيه. تغليف اللي هي القعده والعلبه ب15 جنيه. معامل هلك وتوصيل 15 و5 يبقوا 20 جنيه. كل التكلفة اللي معايا دي كلفتني 202 جنيه. 202 جنيه على تورته مقاس 20 تكلفة عالية مش تكلفة بسيطة. حلو الكلام. الطبيعي بتاعنا بيبقى 140، انما دي اخد عجينة سكر وبندق في الحشو فعلى معايا التكلفة. طيب دي تتباع بكام؟ اول سعر للبيع، اول سعر للبيع لو انتي السوق عندك نايم خالص تتباع ب 300 جنيه، يعني اخدت فيها 100 جنيه وده اول سعر للبيع. بركز تاني لو السوق نايم، انما دي الصح بتاعها ايه؟ الصح بتاعها من 350 ل 420 جنيه. طيب هتبقي كده كسبتي فيها كام؟ لو انت بعتيها باعلى سعر للبيع اللي هو 420 هتبقي كسبتي فيها 220 جنيه وده ربح ممتاز جدا. انت كده كسبتي فيها اكتر ما كلفتيها اساسا. تمام. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى تجربوها. ميرسي جدا 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 للمتابعه وللدعم وللتعليقات التحفه اللي انتوا بتكتبوها لي. جزاكم الله كل خير. بحبكم في الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.